دونالد ترامب يحذر من عملية إرهابية في المغرب. في تقريرها الأخير حذرت الولايات المتحدة الأمريكية رعاياها ومواطنيها من السفر إلى المغرب أو من التواجد في المغرب. ذلك نشر على موقع travel.gov.state.gov اللي كانت حذرت فيه من اقتراب أو من عملية إرهابية قد تقع في المغرب. هذا التحذير ربطته خاصة بعلاقة بالمظاهرات اللي دارها بعض المغاربة اللي حاولوا يسقطوا التطبيع، وأيضا اللي رفضوا تواجد السفن الحربية أو السفن المحملة بالأسلحة اللي تروح للكيان الصهيوني لقتل إخواتنا في غزة. قلت يأتي هذا الخبر في الوقت اللي فيه تشهد المغرب بعض المظاهرات الرافضة للتطبيع والرافضة للسفن المحملة بالأسلحة اللي تمر عبر موانئ المملكة المغربية، كوسيلة في رأيي كوسيلة للضغط على المملكة المغربية من أجل المزيد من قمع هذه المظاهرات. بالمناسبة المملكة المغربية كانت في وقت سابق قد استقبلت سفن أو دائما ما تستقبل سفن محملة بالأسلحة تذهب إلى الكيان الصهيوني، وكانت أيضا شاركت في هذه الحرب عبر دعم مالي للكيان الصهيوني بشراء منتجات صهيونية، وأيضا حسب ما قاله الدكتور البطيوي إرسال جنود إلى غزة. السلام عليكم.